أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا سمعناه أو حتى قلناه قبل كده، جملة مشهورة جدا وهي: أنا أروح لدكتور نفسي ليه؟ هو أنا مجنون؟ طيب إيه علاقة الجنون بالعلاج النفسي؟ في أفكار كتيرة مغلوطة عند ناس كتيرة مننا عن الطب النفسي والعلاج النفسي، وده اللي هنعرفه النهاردة. أول فكرة مغلوطة وهي: اللي بيروح لدكتور نفسي يبقى مجنون. لأ، اللي بيروح لدكتور نفسي مش مجنون خالص، بالعكس، ده شخص عاقل جدا وعارف إنه محتاج يساعد نفسه، زي اللي بيروح لدكتور القلب أو دكتور العيون. العقل والصحة النفسية محتاجين متابعة زي الجسم بالظبط. علشان كده ما تقللش أو تستخف بالتعب النفسي والإرهاق، لازم تتابع صحتك النفسية باستمرار. تاني فكرة مغلوطة وهي: العلاج النفسي كلام فاضي والدكتور بيقول نصايح أي حد ممكن يقولها لي. الحقيقة لأ، الدكتور النفسي أو المعالج النفسي متعلم وعنده علم وأدوات وأساليب علاجية معتمدة، زي الجلسات العلاجية والعلاج السلوكي وحاجات تانية كتير بتساعد الشخص إنه يتحسن. يعني مش أي حد يعرف يقولك نفس الكلام اللي هيقوله الدكتور. تالت فكرة مغلوطة: العلاج النفسي بيطول ومش بيجيب نتيجة. بس ده غلط، في ناس بتتحسن في أسابيع وناس تانية محتاجة وقت أطول حسب الحالة أكيد. بس الأكيد إن العلاج النفسي بيفرق جدا في حياة الناس، وبيساعدهم يعرفوا يتعاملوا مع مشاكلهم وأفكارهم بشكل أحسن. رابع فكرة مغلوطة: لو حكيت مشاكلي للدكتور هيعرف أسراري ويفضحني. أبدا، اللي بتحكيه جوه أوضة الدكتور النفسي بيبقى سري جدا، في سرية تامة، إلا لو كان في خطر عليك أو على حد تاني، ساعتها بس الدكتور لازم يتصرف، لكن غير كده أسرارك في أمان. خامس فكرة مغلوطة وهي: الدكتور النفسي هيقرأ أفكاري. يا ريت والله، بس هو مش سوبرمان. هو بيلاحظ كلامك وتصرفاتك وبيعرف يربط ما بينهم، لكن مش بيقرأ الأفكار ولا بيشوف اللي جوه دماغك. سادس فكرة مغلوطة: إن المرض النفسي ضعف أو نقص إيمان. ناس كتير بتعتقد إن الاكتئاب أو القلق مجرد ضعف شخصية أو قلة إيمان، بس الحقيقة إن الأمراض النفسية زيها زي السكر أو الضغط، ليها أسباب عضوية وأسباب بيئية، سواء كانت كيمياء المخ أو وراثية. الإيمان والدعم الروحي أكيد مفيدين، ولكن العلاج الطبي ضروري أحيانا. آخر فكرة مغلوطة وهي: إن الأدوية النفسية إدمان أو تخدير، بس ده غلط تماما. الأدوية النفسية مصممة علشان تظبط كمية المخ، وبتستخدم تحت إشراف طبي زيها زي المضادات الحيوية، بتتاخد بجرعات محددة. الخلاصة: العلاج النفسي مش رفاهية ولا دليل إنك ضعيف ولا عار، ده دليل إنك إنسان قوي وعايز تتحسن وتعيش حياة أحسن. لو عندك مشاكل أو ضغط نفسي ما تترددش تطلب مساعدة، وصدقني هتكون خطوة مهمة جدا في حياتك. غير نظرتك عن المرض النفسي واعرف إنه هو حالة صحية ومش عار. في النهاية الصحة النفسية جزء من صحتنا جميعا، علشان ننشر الوعي بدل الخوف. أشوفكم في الحلقة الجاية من بودكاست كن إيجابيا تحيا بصحة جيدة، من مبادرة مصري إيجابي.